عملنا الرنجة قبل كده بالمية السخنة، دلوقتي هنعملها بكل سهولة وبساطة زي بتاعة المحلات بالظبط، وزي اللي بنشتريها مخلية الجاهزة من بره. هنقصها كده من الجناب بالمقص بكل سهولة جدا بالشكل ده. هبدأ كده افتحها من الظهر بالشكل دوت. تمام. هحط صباعي بقى كده من تحت السلسلة من الظهر، وهبدأ ان انا افرغ كده، هتطلع معايا بكل سهولة. امسك بقى سلسلة الظهر كده، بس انضف الاول، اطلع البطروخ لوحده، وابدا اشيل سلسلة الظهر من هنا من على الحرف، وهبدا الناحية التانية، وتطلع معايا بقى كده بكل سهولة من غير اي مشاكل خالص. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اجي بقى عند القشرة، امسك بقى القشرة كده من فوق، وهبدا ان انا برضو احط صوابعي كده بالشكل دوت، وامسك من فوق واشد، هتطلع معايا. شايفين؟ اهي بكل سهولة، ولا بقى شوي ولا بوتاجاز يبقى ريحة مش كويسة ولا تنظيف ولا اي حاجة خالص. طلعت معايا بالشكل ده بكل سهولة جدا زي بتاعة المحلات بالظبط. يعني احنا بنشتريها مخلية طبعا، ولا بيشوها ولا بيعملوها بمية سخنة ولا اي حاجة، طبعا بيعملوها بالشكل دوت، اسهل طريقة. تمام. واحنا طبعا بنحط ليمون وبنطهر الدنيا، وكل الدنيا بتبقى مظبوطة. تمام. لو انت بقى مقلقة من موضوع ان انت عايزة تشويها والكلام دوت، اعمليها طبعا افضل بمية سخنة مغلية، بتطلع بكل سهولة زي الفيديو اللي شيرناه من شوية، كان في كل الطريقة وسهلة جدا. هقطعها بقى كده بالشكل ده، مكعبات او مثلثات، اي حاجة، اي شكل كده يتجرنش بيه الطبق. هنقطع بالشكل ده الكمية كلها، ورصناها في الطبق، حطينا الطحينة، وحطينا بقى الخضار بتاعنا والبصل والفلفل والليمون وشرايح الليمون بالشكل ده وشوية زيت. وكلي بقى بالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.